ازيك يا ياسر؟ ازيك يا جباس يا معفن؟ المعلم رشدي كان بيقول عليك كده. ازيك يا سيد الناس؟ بخير طول ما انت بخير يا رؤى. رؤى؟ ياه، رؤى دي انا ما سمعتهاش من زمان قوي. طالما حبيتها اقولها لك على طول، انا عايزك مبسوط. ربنا يسعد قلبك. بس مش غريبة منك يعني انك انت لا جيت ولا سألت ولا عاتبت، مع انك عارف ان انا اللي بلغت الحاج اعتماد على مكان فتحية. لا، ما انا بيني وبينك قلت لنفسي معاتبة الندل اجتنابه. انت هتف فاروق الجباس دلوقتي ليه؟ خلينا نخلص الشغل اللي بينا ونخلي العتاب مرة واحدة. اصل المجمع حلو ومحمل زي امتحانات اخر السنة كده. طب وسكوتك على اني سيطرت على المنجم ده برضه مأجله ليوم الحساب، قصدي يوم العتاب. فيا يا فاروق، انت صعبان عليك اني ما هرستكش ولا ايه؟ مستعجل ليه على الحط عليك؟ ما تتقل كده وتهدى وخليها مفاجأة. اللي معروف وقت مجيته بتقل فرحة ترحابه. وموضوع سيطرتك على المنجم ما يهزنيش، سهلة وبسيطة وفي بيتها. أنا عارف إن إيدي طايلاك كده كده، فقلت أسيبك تلعب. أنا عايزك تفرح يا رؤى. شفت؟ قلتها لك مرة تانية أهو يا أبو نسب. لا ابو نسب ايه بقى، ما خلاص، ما انا طلقت سماح. لا سماح مين والناس نايمين؟ أنا سماح مش قريبتي. أنا بقول لك أبو نسب كمني عرفت إن أدهم الله يرحمه كان متجوز بنتك من ورانا قبل ما يتقتل. المعلومة مش عندك ولا إيه؟ واضح إنها ما كانتش عندك. يلا أقول لك على حاجة تاني. أنا عامل قايمة فيها أسامي اسمك منهم. قايمة؟ قايمة ايه دي بقى ان شاء الله؟ قايمة بأسامي اللي ممكن يكونوا قتلوا ابني أدهم. وماشي عمال أشطب، والاسم اللي هيفضل في النهاية يا سعد ويا هناه. عيب، ما عملتهاش وانت عارف. لا مش عارف، بس هعرف بالحق. ياسر مش مرتاح لقعدة عيلة الهواري في بيتنا، فأنا عايز أشتري بيتهم منك. يبقى ما رميتش أرملة أدهم في الشارع. بكام؟ بكتير. اشتريت. من ايه؟ ما انت لو كان معاك كنت سددت للمرابط. خليها على الله. قلنا بكام؟ 250 مليون. اصله بحري وواخد ناصية. شاري؟ شاري. مجد اخويا كان جاي لك ليه وقت قتل ادهم؟ مفيش ما بينا اللي يخليني اخبص لك على حد. تمام يا رؤى. مالك؟ الجدع ده محيرني قوي. هو لقى كنز ولا ايه؟ مش فاهم. مش مهم، مش مهم تفهمي خالص. ايه ده؟